أظن معظمنا شفنا الإعلان بتاع فودافون الجديد بتاع محمد سعد ودينا الشربيني وأبو يوسف. بس تخيل كده، الإعلان ده من غير محمد سعد كان ممكن يبقى عامل إزاي؟ ركز معايا واسمعني. هقول كلام وتفهمني. محمد سعد هو الأصلي والباقي كله صدق اللي قال دنيا غرورة وكذابة كيف السواقي القلابة. يا عم هي ناقصه شعر. كلنا متعودين على محمد سعد في أدوار الكوميديا اللي بيجسد فيها شخصية ليها لهجتها المميزة وكلماتها الخاصة بيها، بداية من 55 إسعاف، الليمبي، عوكل، اللي بالي بالك، وكتكوت، وبوحة، وكركر، وبوشكش، وأعمال تانية كتير. بس ما خدتش نفس النجاح بتاع الأعمال دي. واللي يثبت إن أعماله ناجحة إن 3/4 الميمز اللي موجودة على السوشيال ميديا كلها من أفلام محمد سعد. عندكم حديد؟ عندكم. انتوا ارخص ولا عايز الدخيله؟ بيس يا مان بيس. محمد سعد بيقدم نوع كوميديا مميز مفيش حد في مصر بيقدمه. مظبوط ساعات. هو تقريبا بيبقى الفيلم مكتوب عادي سكريبت، والشخصية محمد سعد هو اللي بيحطها، هو اللي بيعملها. يعني المخرج بيجي كده لمحمد سعد يقول له خد السكريبت اهو وعيش انت بقى، يعني ظبط لنا انت نبرات الصوت والمصطلحات المميزة، تفاعلات الوش، طريقة المشي، اللبس لو عايز. مش عايز DVD؟ نعم DVD. تخيل كده ان ممثل غير محمد سعد هو اللي اخد الادوار دي، يا ترى كانت هتطلع بنفس الاداء؟ يا عم حرام عليك. محمد سعد اول ما ظهر مش هتتخيله طلع في فيلم ايه؟ الطريق الى ايلات. كان واحد من الجنود المصريين اللي رايحين يفجروا السفن الاسرائيليه، ومحمد سعد مش بس مثل في الفيلم، لا ده غنى كمان. بس في الطريق الى ايلات مش هينفع يغني اول ما عرفت انك عايزني جيت اوام، هو غنى اغنيه وطنيه. يما يا سفينة مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عاتي فلاحينك ملاحينك يزعجوا الريح. ويمكن الاغنيه اللي غناها دي هي اللي فتحت عليه سكه الاغاني في كل الافلام بتاعته. وقبل الطريق الى ايلات طلع كومبارس في فيلم معلش في الجيش، وبعدها مثل في فيلم امرأة وخمسة رجال. والفكرة ان مفيش اي دور من الادوار دي كانت بتقول ان محمد سعد ده رايح على سكة الكوميديا اللي هو بيقدمها دلوقتي، لحد ما محمد سعد مثل في فيلم 55 اسعاف، وبعدها عمل شخصية الليمبي في فيلم الناظر. وزعق فيها اوعى يغرك جسمك، اوعى يغرك جسمك، ودي تقولها الواد شايف نفسه هارش هتقولهم لي نل. والنجاح المبهر لشخصية الليمبي في الناظر هو اللي فتح على محمد سعد السكة دي من الشخصيات الكوميدية اللي نقدر نقول انها مشت معاه لحد فيلم بوشكاش مثلا. بس الشخصيات اللي مثلها بعد كده ما حققتش نجاحات كبيرة. قرب عن بعض. وفي عام 2017 هو ده القانون. محمد سعد من وجهة نظري أخد أحسن قرار في مسيرته التمثيلية، وهو إنه مثل دراما في فيلم الكنز. شخصية بشر باشا كانت طوق النجاة بالنسبة لمحمد سعد بعد ما كان بدأ يغرق في أفلام الكوميديا اللي سخفت منه في آخر فترة. ونجح محمد سعد في إنه يبهر الناس كلها، حتى الممثلين اللي مثلوا معاه، في تجسيد شخصية عمره ما قدمها لنا قبل كده. من تمثيل شخصيات زي كركر وبوحة وكتكوت لتمثيل شخصية ضابط مباحث عنده تناقضات كبيرة جدا في شخصيته. كل ما بتخاف عليه اكتر يبقى عندك استعداد انك تعمل اي حاجة عشان تفضل محافظ على كرسي. تعالوا بقى نطلع بره السينما خالص ونشوف أول ظهور لمحمد سعد في إعلان مع فودافون. مش ممكن يا جماعة، محمد سعد ده عنده قدرة هايلة على تجسيد شخصيات متعددة بخلفيات مختلفة. يعني أنا كواحد معاه خط فودافون حسيت إن ليا الشرف إن أستاذ محمد سعد بيمثل شبكتي اللي مش عارف أعمل بيها مكالمة، بس مش موضوعنا يعني. بيجسد الشخصيات بحب وإتقان ولا كأنه فيلم بيمثله مش إعلان. ده حتى شوف رميته للزيت في الشاورما، يعني أبو رياض السوري واقف معانا، ولا ابو يوسف بقى. يعني هم دايما بعد اي اعلان بيقفوا ياخدوا كده شويه كلمات من الممثلين عشان السوشيال ميديا. ابو يوسف بقى تحسه ايه يعني، خلصونا يا جدعان عشان باشا مش عاجبه شركتنا يترفد، اضربه بالكتل باشا اعتمد. ممثل خطير وقوي جدا، خساره ما نشوفوش في الدراما الفتره الجايه.
واحلى سلام للفينكساويه. الخبر الحلو بقى ان محمد سعد هيمثل دور بطولة في فيلم الصحبة الحلوة مع الفنان الكبير يحيى الفخراني. الفيلم اخر كتابات وحيد حامد الله يرحمه، ومن اخراج ساندرا نشأت. الخبر ده حافز كبير قوي ان احنا نترقب الفيلم ده الفترة الجاية، بالذات ان هو من بطولة يحيى الفخراني اللي بقاله فترة بعيد عن السينما، وكمان عشان نشوف محمد سعد في ادوار دراما غير الدراما اللي قدمها في الكنز. وبكده الحلقة خلصت. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ولايك على بيج فيسبوك الزبد، واشوفكم الحلقة الجاية.